حسام هيكل نعرف ايه قرارات مجلس اداره نادي الزمالك. اتفضل يا حسام. خليني اقول لك القرارات سريعا وما يدور خلف الكواليس وما استقر عليه المستشار مرتضى منصور. اتفضل يا فندم يلا. واحد، وفق الترتيب الذي قاله له المستشار مرتضى، قرار مجلس الاداره رقم 1 سيلعب نادي الزمالك كل مبارياته القادمه ب2 رأس حربة معلنا. لا ثانيه واحده مين ده قرار مجلس اداره يا فندم؟ ده قرار مجلس اداره. جميل. نادي الزمالك يلعب براسين حربه ب2 رأس حربة. رقم 2، القرار رقم 2 المستشار مرتضى منصور يعلن رسميا تدخله في القرارات الفنيه في وجود الكابتن حسام حسن او في وجود اي مدير فني لنادي الزمالك غير الكابتن حسام حسن. يعني في كابتن حسام حسن مدير فني ورئيس نادي الزمالك برضو له قرارات فنيه يدخل يعني يشترك في الخطه؟ بالضبط. المستشار مرتضى منصور اعلنها صريحه وقال لي بالحرف الواحد سوف اتدخل في كل في وجود اي جهاز فني سواء كان الكابتن حسام حسن او غيره، مؤكدا لي ان نادي الزمالك سوف يفوز في كل مبارياته القادمه اذا خاض كل المباريات ب2 رأس حربة. وقال حرفيا ما اقوله لك وما اذكره للساده المشاهدين نصيا وحرفيا وفق كلام المستشار مرتضى منصور لي شخصيا. طيب اللي بعد كده قرارين. الاول نادي الزمالك هيلعب براسين حربه، الثاني انه هيبقى في تدخل رسمي. ربما يكون القرار الثالث هو صادم ومؤلم لعمر جابر واحمد توفيق، لان المستشار مرتضى بكل صراحه ووضوح اعلنها عدم استبعاد احمد توفيق نهائيا من نادي الزمالك ومعه عمر جابر، معلنا الاعتماد على رضا العزب ومحمد شعبان في منتصف الملعب بديلا لاحمد توفيق ورضا العزب بديلا لعمر جابر. واكد المستشار مرتضى منصور انه لن